بقول لكم يا رجاله، اللمبه دي منوره عندي. اللمبه دي بتاعت ايه؟ معرفش. هو هل في مشكله في العربيه كده ولا الدنيا ماشيه ازاي؟ A few moments later. بقول لك ايه يا اسطى، اوعى تفضي علبه البيئه دي، شويه مرتزقه كل همهم ان هم يسرقوا الفحم اللي جواها. بص يابا، هتكلفك كتير فشخ. علبة البيئة لوحدها ب50,000 جنيه، انت فضيها واخلص. لا 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 لا، اوعى تفضي علبة البيئة يا عم الحاج. انا عندي ابن خالتي فضي علبة البيئة بتاعت عربيته وبيفول العربية 3 مرات في اليوم. بص يا عم الحاج، انت افضل حاجة عندك نروح للوسطى كلاوي، هيخليك ما تشوفش اللمبة دي قدامك تاني. وانا مالي يا عم، تفضيها ولا طيارها، انا مالي. بص يا كبير، احنا طلبنا لك علبه البيئه من الارجنتين، كلها 5 سنين وتوصل. هنفضي لك بقى العلبه عشان تعرف تمشي بالعربيه. السلام عليكم، معاكم احمد خيري وده اكسكلوسيف فلوج. علبه البيئه سواء ليك في العربيات او كل معلوماتك عن العربيات ان هي 4 عجلات ودركسيون، اكيد سمعت عن علبه البيئه. نص شعب مصر عارف مشاكل علبه البيئه، وخصوصا في العربيات الجديده. هنلاقي بوستات على الفيسبوك بتتكلم عن لمبه التشيك انجن اللي نورت والمشاكل اللي بتحصل بعد كده. ساعتها هتلاقي تعليقات على الفيسبوك كلها عكس بعض، اللي هيقول لك فضي العلبه، واللي هيقول لك روح التوكيل ويقول لك غيرها، واللي هيقول لك روح الصناعي الفلاني، وكله كلام بيزود حيرتك. كتير جدا بنلاقي في شكاوى من علبة البيئة من مصنعين مختلفين وكلها عربيات جديدة. طب ايه الحل الصح؟ وليه اصلا علبة البيئة بتبوظ؟ ده اللي احنا هنتكلم فيه النهارده بالتفصيل. خليكم معانا لغايه اخر الحلقه عشان تعرفوا ازاي تقدروا تحافظوا على علبة البيئة لاطول فترة ممكنة، وايه اللي يحصل لما تحصل لنا المشكلة دي نحلها ازاي. نتمنى الحلقة تعجبكم، نشوف مع بعض. محرك الاحتراق الداخلي اللي راكب في عربياتنا علشان يدور بيحرق البنزين على 4 مراحل، وده سر تسميته 4 ستروك انجن. المرحلة الأولى دخول الهواء والبنزين لغرفة الاحتراق، ودي اسمها انتيك. المرحلة الثانية ضغط الخليط ده لغاية ما البستم يوصل لنقطة ال TDC أو أعلى نقطة زي ما احنا شايفين كده، والمرحلة دي اسمها كومبريشن. يجي بقى دور المرحلة الثالثة اللي فيها إشارة البوجيه بتحرق الخليط ده واللي بيولد حركة المحرك، ودي اسمها باور. آخر مرحلة وهي المرحلة المهمة لينا النهاردة اللي فيها المحرك بيتخلص من عدم الحرق ده بره الموتور. علشان نعرف أسباب المشكلة لازم نعرف إزاي المحرك بيتخلص من نواتج الاحتراق والغاز العادم لغاية ما بيطلع من الشكمان، وإيه المشاكل اللي ممكن توصل الموضوع لتدمير المحرك بالكامل. في مرحلة خروج العادم لازم كل ناتج الاحتراق يطلع من الغرفة علشان يخلي فيه مجال لهواء وبنزين جديد لدورة الحريق اللي بعد كده. وعدم خروج العادم بالشكل الكامل، والعادم ده درجة حرارته عالية، احتباسه جوه غرفة الاحتراق هيرفع درجة حرارة الموتور الداخلية جدا، وده ممكن يؤدي لشروخ أو كسر في البستم نفسه. طب ليه اصلا العادم ما يخرجش من غرفه الاحتراق؟ ناتج الحريق بيتكون من غازات سامة وبنزين غير محروق بالكامل، بيحتوي على غاز أول أكسيد الكربون وده سام وممكن يؤدي للوفاة، وغازات تانية بتأثر على البيئة والإنسان. هنا يجي دور علبة البيئة علشان تفلتر العادم ده وتخفض نسبة الغازات الضارة لحدود تكون مقبولة صحيا وبيئيا. العلبة دي بتحتوي على معادن ثمينة زي البلاتينيوم والبلاديوم والروديوم، والمعادن دي غالية، وده سر إن مكونات العلبة دي الداخلية بتكون مطمع للسرقة وبتتباع بمبالغ. مش بس وظيفة علبة البيئة إن هي بتنقي العادم من الغازات السامة، دي كمان تعتبر كاتم صوت، لان هي تبقى اول علبه بعد الشكمان. دي بتقلل صوت الموتور بشكل كبير، وده سر ان صوت العربيه بيعلى بعد ما نفضي العلبه. وعلشان المناخ الدول عملت قيود على مصنعين السيارات علشان يقللوا من نسبة انبعاثات الغازات الضارة، وكل فترة القيود دي بتزيد ويزيد معاها تعقيد علبة البيئة علشان تقدر تحقق القوانين اللي بتفرضها كل دولة العربية بتتباع فيها. وده سر ان العربيات القديمة ما فيش فيها مشكلة في علبة البيئة، لان نسبة غاز ثاني اكسيد الكربون اللي كان مطلوب وقتها كان اقل، فعلبة البيئة بتبقى تكوينها ابسط، وبكده ما بيحصلش فيها مشكلة الانسداد اللي بيحصل اليومين دول. في أوروبا وأمريكا القوانين دي كانت مبنية على أبحاث وتجارب باستخدام وقود نقي والأوكتان بتاعه عالي ومفيش فيه مشاكل.
كلنا متفقين ان البنزين الموجود عندنا في مصر مش احسن حاجه، وعلى فكره نفس جوده البنزين الموجود عندنا في مصر موجود في بلدان تانية كتير. المشكله هنا بقى ان العربيات اللي بتبقى جايه من البلاد دي بتبقى جايه بمواصفاتهم هناك متربيه على الكافيار، وبتيجي تلاقي عندنا هنا فول وطعميه وكشري. كتر خيرها الصراحه ان هي شغاله لغايه دلوقتي. طبعا البنزين السيء ودرجه الحراره العاليه والزحمه كلها عوامل بتساعد على تكوين ترسبات جوه علبه البيئه، وده بيخليها تتسد جزئيا، وبتكون دي بدايه المشكله. لما تتسد علبه البيئه جزئيا بتبدا درجه حرارتها تزيد، ودرجه الحراره لما تزيد هتبدا العلبه من جوه تنصهر وتتكسر، وتبقى بدل ما هي مسدوده جزئيا هتتسد بشكل كامل. دلوقتي العلبه بقت مقفوله، وخروج العادم من المرحله الرابعه اللي احنا اتكلمنا عليها في اول حلقه بقى صعب جدا. الموتور بيحاول يزق العادم وبيرجع له تاني في غرفه الاحتراق، لمبه الموتور اللي هتنور، وسحب العربيات ضعيف، والخنقه واستهلاك البنزين العالي. كده الموتور مش عارف يتنفس، يبدا يضخ بنزين زياده علشان يتغلب على القوه اللي جايه من ورا، وده بيزود حاجه اسمها الباك بريشر. الباك بريشر هو عدو المحرك الاول، بيضعف العزم ويزود استهلاك البنزين بشكل غير طبيعي. ده بالاضافه ان كمبيوتر الموتور مبقاش عارف يظبط كميه الهواء والبنزين اللي داخله الموتور، لان حساسات الشكمان اللي بتاخد القرايات من الشكمان ما بيجيش عليها كميه العدم المظبوطه علشان علبه البيئه مسدوده، وده بيخلي استهلاك البنزين يزيد جدا والكمبيوتر يبقى متلخبط. دلوقتي الحلول بعد انسداد العلبه بشكل تام حلين ملهمش تالت. الحل الاولاني تغيير العلبه بعلبه جديده او استيراد زي ما يكون، او الحل الثاني ان انا افضي علبه البيئه واعيد برمجه الكمبيوتر علشان يعرف ان ما عادش في علبه بيئه موجوده. مفيش حل ثالث، واي حل ثالث ده مضيعه للوقت والفلوس والمجهود. نظافة علبة البيئة ممكن نعملها قبل انسدادها بالكامل، هتكون مفيدة جدا، لكن بعد ما تتسد والفحم اللي جوه يسيح مفيش قوة على وجه الأرض تعرف ترجعه يشتغل طبيعي تاني. تغيير علبة البيئة وهو الحل الأحسن والأنظف للبيئة، لكن مشكلته إن هو مكلف شويتين. الحل التاني المثير للجدل، وهو إن أنا أفرغ علبة البيئة وأعيد برمجة الكمبيوتر. ناس تقول لك ده حل ممتاز، وناس تقول لك يا عم سيبك منهم، ده شويه مرتزقه كل همهم ان هم يسرقوا الفحم اللي جوه العلبه، والموتور هيتدمر لو فضيت العلبه، وصوت الموتور هيعلى، واستهلاك البنزين هيزيد، وليله كبيره. هتكلم بشكل هندسي بسيط علشان افهم الناس اللي بتقول ان تفريغ العلبه غلط ان هم كلامهم غلط، وان الفكره بتاعتهم مش مظبوطه. البوستات اللي بتشتم في تفريغ علبه البيئه اكتر من انا اعدها، وهنلاقي كلام وهبد غير طبيعي في كل البوستات، بس في بوست منهم شدني قوي. لقيت واحد بيتكلم بثقة شديدة جدا عن مدار علبة البيئة، وختم البوست بتاعه اللهم بلغت اللهم فاشهد. لما حاولت اتناقش معاه عمل زي اي مواطن مصري، دخل على الشيخ جوجل وكتب تفريغ علبة البيئة، وبعت لي السكرين شوت الظريف ده. مفروض السكرين شوت ده بيحتوي على الاضرار الخطيرة جدا اللي هتخلي العربية موتورها يبوظ، وبعد كده هركب لها حصان وهمشي بيها عربية كار. تعالوا نشوفهم نقطة نقطة مع بعض ونشوف اذا كانت هي دي عيوب خطيرة ولا لا. اول حاجه زياده نسبه الانبعاثات، ودي حاجه احنا متفقين عليها تماما، لان المفروض ان ده الفلتر اللي بيمنع طلوع الغازات الضاره للبيئه. عايز تحافظ على البيئة غيرها وادفع ثمنها، محدش هيقولك لا، وهو ده فعلا الحل المثالي، بس ما اعتقدش ان في حد في مصر هيهتم بالنقطة دي من الاساس. زياده ضجيج المحرك دي حقيقه فعلا، لان علبه البيئه بتكون هي كاتم الصوت. لو ركبنا من جواها مصافي معدنيه او مليناها من جوه بالفايبر جلاس مع ستريت بايب هنلاقي الصوت رجع زي الاول. عموما الفرق في الصوت مش كانك مركب ديفل او شكمان رياضي، الصوت بيبقى عالي سيكا. صرفيه البنزين ده صحيح فعلا في حالة واحدة بس، لو انت فضيت العلبة من غير ما تبرمج كمبيوتر الموتور. كمبيوتر الموتور هو الدماغ المفكرة للموتور، وهو اللي بياخد قرار كمية البنزين والهواء اللي داخل الموتور بناء على قرايات الحساسات اللي جاية من الشكمان وحساسات تانية في العربية. لو انا ما بركتش العربية الموتور بيبقى متخيل ان علبة البيئة لسه موجودة وكمية الغاز اللي طالعة دي مش مظبوطة، فعلى هذا الاساس بيدي قرار خاطئ ان هو يحط بنزين زياده. لازم ابرمج العربيه بعد ما اعمل الموضوع ده علشان العربيه تعرف ان ما عادش في علبه بيئه، ويقدر يدي القرار الصح بكميه البنزين الصح اللي موجوده وداخله في دائره الاحتراق. النقطة من 4 ل 6 هنجاوب عليهم مع بعض. فاكرين المرحله الرابعه اللي احنا اتكلمنا عليها في اول حلقه عن ازاي الموتور بيتخلص من العادم في دائره الاحتراق؟ المرحله دي مهمه جدا ان هي تتم بشكل صح علشان دوره الاحتراق اللي بعد كده تكون مظبوطه. وقت ما صمام خروج العادم بيفتح بيكون فرق الضغط بين داخل غرفة الاحتراق والشكمان إن صح التعبير بيبقى كبير جدا. ده بيولد موجة ضغط كبيرة جدا بتوصل سرعتها 1400 كم في الساعة. الموجة دي بتسبق غاز العادم نفسه، وفي الحالة دي هتكون علبة البيئة هي أول عائق يقابل الموجة دي. هتنعكس موجة الضغط دي بشكل عكسي وبترجع لغرفة الحريق، وبتساعد على خلخلة الغازات اللي باقية جوه الغرفة، وكمان بتساعد الموجة دي على سحب كمية هواء أكبر
لدورة الاحتراق الجاية، وبكده بيزيد عزم الموتور. الموضوع ده اسمه سكافجينج، وده مهم لمحركات التنفس الطبيعي. لما بنفضي علبة البيئة كده العادم بيتحرك أسرع ومفيش احتباس للحرارة ترجع للموتور، وبكده قوة الموتور بتزيد وحرارته بتبقى أقل. لكن تفريغ علبة البيئة كمان بيمنع انعكاس نقطة الضغط اللي اتكلمنا عليها من شوية، عشان ما عادش فيه نقطة البوتل نيك اللي كانت موجودة قبل تغيير العلبة، وبكده كمية الهواء اللي هتدخل غرفة الحريق أقل، وبكده عزم الموتور هيقل على RPM الواطي من 2000 ل 4000 لفة. وده تفسير ضعف العزم. ولو بتفريغ العلبة اتركب مصافي معدنية المشكلة دي تتحل وكأنك مفضتهاش. بالنسبه لمحركات التربو مش بتاثر بموضوع الموجه دي، لان نقطه الانعكاس بتكون التربو نفسه مش علبه البيئه. لما بنفضي علبه البيئه ما بتاثرش خالص على الموجه المنعكسه، بالاضافه ان اصلا مواتير التربو ما بتحتاجش موضوع السكافجينج ده، لان في التربو بيضخ كميه هواء اكتر وبنزين اكتر لغرفه الاحتراق، فبيحتاجش الموضوع ده في الاحتراق. كده الحل الأمثل هو الوقاية. تنظف علبة البيئة كل فترة واستخدم بنزين كويس من بنزينة معروفة محدش اشتكى منها قبل كده، ده هيغنيك عن تفريغها أو تغييرها. ولو خلاص أمر الله نفذ والعلبة باظت، لو معاك فلوس غيرها، ده أحسن للبيئة على فكرة. لو معاكش زي أغلبنا دلوقتي يبقى الحل تفريغ العلبة وبرمجة الكمبيوتر. وما تقلقش من أي حاجة، بس اوعى في الحالة دي إنك توقف العربية في جراج وهي شغالة، ممكن تتأذي بجد. وبكده خلصت حلقتنا النهارده. نتمنى تكون قدمنا معلومه مفيده، وما تنسوش لو المعلومه عجبتكم انشروها بين اصحابكم علشان الناس تستفيد، واشتركوا في القناه بالضغط على زرار سبسكرايب وتفعيل تنبيهات الجرس عشان يوصلكم جديدنا اول باول. تابعوا حساباتنا على الانستجرام وعلى الفيسبوك. استنونا في حلقات جديده عن مواضيع جديده. مع السلامه.